يا جماعة أخباركم إيه؟ ورب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. معانا كام موضوع كده النهاردة نتكلم فيهم، ونتكلم الأول عن المدير الفني للأهلي. طبعًا يعني خلاص بنسبة 95% المدير الفني للأهلي هو الحسين عموتة، المدرب المغربي، المدرب الحقيقة اللي عنده CV كويس جدًا، ومدرب يليق على الفرق الكبيرة. كنت كتبت رأيي إن أنا أوافق الأهلي 100% في موضوع إن هو اختار مدرب أفريقي وعارف القارة، ويعني خلاص بقى موضوع السنة الجاية ليه شكل مختلف للأهلي يعني. ولكن أنا كنت أتمنى إن يكون المدرب يعني كنت أتمنى يكون إليو سيسي المدرب السنغالي. إليو سيسي يعني كان هيبقى مناسب جدًا، جدًا، جدًا لأبعد درجة للأهلي، لأسباب كتيرة جدًا ذكرتها في بوست لوحده. برضه لامين نضاي مدرب اتحاد العاصمة اللي خد الكونفدرالية برضه مدرب ممتاز جدًا. ولكن حسين عموتة طبعًا مدرب اشتغل تحت ضغوطات، ويعني أكيد الأهلاوية هيقدموا ليه كل الدعم، و نتمنى له كلنا التوفيق. ولكن بالنسبة ل كلام اتقال، ده اللي أنا باتكلم فيه يعني، إن كابتن حسام حسن هيكون مدير فني للأهلي بعد المونديال أو في المرحلة الجاية بشكل عام. وده كلام أنا شُفته وقريته، والناس اتكلّمت عليه عندي حتى على الفيسبوك في الكومنتات، وربطت بقى اختيارات حسام حسن وكلامه في أحد اللقاءات التلفزيونية ليه من فترة قريّبة يعني، وكلامه عن الأهلي والكلام ده كلّه، إن هو يعني في كلام ما بينه وما بين الأهلي، أو ممكن يكون، خاصةً إن قرارات الإدارة الفترة الأخيرة بتاعة الأهلي بدأت تاخد نهج مختلف. فيعني إنه ممكن يكون موجود في الأهلي، أو إن هو يكون مدير فني للأهلي. يعني الحاجة اللي بتحصل في الملفات اللي زي دي تلاقي نفي على طول، تلاقي ناس تطلع تقول لك لأ الكلام ده مش موجود ومش حقيقي و. أنا الصراحة يعني تقلت على الموضوع شوية، وحبيت إن أنا أسأل هنا وهنا، لغاية ما وصلت في الآخر لفكرة إن طبعًا هو ما فيش كلام، ولا في أفكار، ولا كان كابتن حسام إبراهيم مع كامل الاحترام ليهم يعني. مدر حسام حسن مدرب كبير، وإبراهيم حسن يعني بيكمّلوا في الشغل بتاعه. لكن أصلًا ده ما كانش طرح موجود عند إدارة الأهلي، ومش هيكون موجود عند إدارة الأهلي في المرحلة الجاية. يعني اختيارات بقى حسام حسن، ويقول لك حد يربط بقى ذكي كده شوية، يربط ما بين الاختيارات وما بين الأهلي والكلام ده كلّه. يعني هو مش في حسابات الأهلي لا المرحلة دي ولا المرحلة الجاية، حتى يعني لو ما كمّلش مع المنتخب يعني بشكل عام. في الفترات اللي جاية دي كلّها حسام حسن اسم مش مطروح على طاولة النادي الأهلي، لأسباب بقى كتيرة ما فيش داعي إن إحنا نتكلّم عنها دلوقتي يعني. ولكن ده مش وقت طبعًا القصص في المواضيع دي، ده وقت دعم لمنتخب مصر، وكل التوفيق لمنتخب مصر وكابتن حسام في كأس العالم. طيب الحاجة التانية برضه ليها علاقة بالأهلي، وبعدين الحاجة التالتة هيكون ليها علاقة بمنتخب محمد صلاح. فخلّينا بس ناخد القصة بتاعة الأهلي ديّة. رضا سليم لعيب مُعار، وطبعًا يعني المفترض إن هو كان يرجع الأهلي في الموسم خلاص في مصر انتهى، والأهلي بيبدأ يسوّق لعيبته. لكن الأهلي طبعًا هو مرتبط، هو معار للجيش الملكي يعني مرتبط بالموسم المغربي، ولكن الموسم المغربي هناك هيخلص متأخّر، هيخلص تقريبا في نُص 7، نهاية بقى كأس العرش المغربي ونهاية الدوري المغربي، ولسه قصة كبيرة. وفي اتفاق ما بين الأهلي والجيش الملكي إن رضا سليم يستمر لنهاية الدوري المغربي. الأهلي طبعًا ما كانش عارف إن الدوري هيستمر وهيطوّل الفترة دي كلّها، ولكن ده الوضع وده الحال وده اللي تم الاتفاق عليه. فبالتالي رضا سليم لسه مش هيرجع الأهلي دلوقتي. رضا سليم مكمّل نُص 7، هيخلّص وهيكون الأهلي في موقف صعب جدًا، لإن خلاص القيد هيكون قرّب يقفل، وهيحط نَفْسه تحت ضغط مع اللعيب ووكلائه، إن هو يتساب free بقى، وإن هو يعني يتباع بمبلغ زهيد. فيعني في الآخر الأهلي مش هياخد رضا سليم، أو مش هيرجعوا لرضا سليم إلا في نُص 7 تقريبًا، بعد انتهاء المنافسات في الدوري المغربي. معلش أنا يعني أنا نظري بيروح، أنا مشغّل beIN Sport وفي حاجات كويسة ليها علاقة بوصول المنتخبات وكأس العالم يعني. ولكن فرضا سليم مش راجع الأهلي دلوقتي، وخلاص هو بشكل عام على فكرة هو مش مكمّل مع الأهلي، هيتباع وبنسبة كبيرة برضه. يعني أنا أعتقد إن هو هيتباع للجيش الملكي. النقطة التالتة بقى ليها علاقة بمحمد صلاح. طبعًا محمد صلاح ما لعبش ماتش روسيا، محمد صلاح قعد على الدكة في ماتش البرازيل،
وعلى فكرة الكلام ده كله في ماتش البرازيل مش للراحة، يعني جلوس صلاح على الدكة مش للراحة، ده لرؤية فنية ليها علاقة بكابتن حسام حسن، اللي هو عايز يشوف المنتخب هيعمل إيه من غير صلاح، شكل المنتخب هيعمل إيه من غير صلاح. وموقف أرني سلوت مع صلاح ممكن يتكرر تاني في منتخب مصر، خدوا بالكم. يعني ما تستبعدوش تمامًا تلاقوا صلاح على الدكة في ماتش بلجيكا مثلًا، أو في الماتش التاني، أو يخرج بدري. ف يعني قوة صلاح حاليًا الفنية ما بقتش زي الأول طبعًا، وحتى في نظر آآ الجهاز الفني، ويعني ممكن يرسموا خطتهم وفكرهم على شيء بدون محمد صلاح. فموقف أرني سلوت إن هو يقعد دكة صلاح، وإن هو كذا، كذا، ممكن يتكرر معاه تاني بنفس التفاصيل مع منتخب مصر في أهم مرحلة، يعني مرحلة كأس العالم. أكيد طبعًا صلاح بالنسبة له إن هو يلعب أساسي ده حاجة مفروغ منها هو بالنسبة له، وعلى فكرة بالنسبة لي أنا كمان وجود صلاح في الملعب ده أمر مهم جدًا، جدًا يعني. لكن باكلمكم على الرؤية الفنية، وجهة النظر الفنية باشرحها لكم تحديدًا يعني بالنسبة للجهاز المنتخب يعني. نتمنى في الآخر التوفيق لمنتخبنا في كأس العالم، وفي كلام كتير عن المونديال وعن يعني بس أنا باطلع باتكلم معاكم عن النواحي الخبرية أكتر، ولكن يعني في يعني الحدث بقى اللي جاي كأس العالم، وربنا يوفق منتخبنا يا رب وكل المنتخبات العربية. ده الفيديو بتاع النهارده، وأشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.